السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش بقى لصوتي، أنا تعبانة النهاردة والله، حتى الفيديو هيبقى قصير معاكم أوي. اعذروني بقى يا حبايبي. قبل ما أدخل على الفيديو يا حبايبي كده هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعايا بصلتين حلوين، أنا قطعهم قطع بصل يعني كبيرة كده مش صغيرة. وهنعمل النهاردة حبة خضار مشكلين زي العسل. يعني معايا بطاطس وجزر وكوسة على بعض كده وقرن فلفل. وهنطبخهم مع بعض وهنعمل فرخان شامورت كده حلوين. صلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاة والسلام، وحط الليك يا عسل انت وهي. وكملي الفيديو للاخر. بعتذر عن صوتي بس والله معانا دور برد كده، ربنا يشفينا ويشفي كل المسلمين يا رب. ادعولي بقى. الخضار بتاعي زي ما انت حابة اهوتي. بطاطس وكوسة وجزر على بعض وقرنين فلفل اخضر. شوحت بس بصلاية خلتها تدبل، وبعد كده هشوح الخضار بتاعي. وهنزل عليه حبة من الطماطم ومش هخليها احمر قوي، يعني هما شوية طماطم ما يبقوش حمر قوي. علشان احنا النهاردة عايزين ناكل ايه شبه الحاجة مسلوقة كده ايه. شوية شوربة سخنين بليمون. وهنضيف حبة طماطم صغيرين. صلى على الرسول يا حبايبي على أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوفوا البهارات اللي سهلة وبسيطة بتاعتنا. وكنت حاطة مع البصل وأنا بشوحه حتى معلقة توم مدقوقة. وشوحتها مع البصل عشان تبقوا عارفين إن احنا ضفنا توم. هضيف حبة شطة صغيرين، وهضيف كزبرة وكمون وفلفل أسمر والملح وحبة من السكر. يبقى هضيف على الكوسة بتاعتي يعني الخضار ده أي خضار انت حابة تضيفيه فيه. لو عندك بسلة وحابة تزوده ضيفي هتبقى حلوة برضه. هنضيف كزبرة وكمون وفلفل أسمر وحبة من الشطة صغيرين. وهنضيف الملح وهنضيف كمان حبة من السكر بيخليها حلو. لا إله إلا الله. وهتبقى دي بهاراتنا النهاردة للكوسة. وافرط وهعمل طماطم في الخلاط وهحطها عليها، بس زي ما قلتلكوا ايه يعني ما تخليهاش بقى ايه يعني حمرا قوي. انا قلت النهارده والله من غدرة على فكرة، انا والله اللي ما كملتش الطبيخ يعني ايه تيجوا تبصوا. هتلاقوا الفيديو باختصار معاكم كده اللي كملوا بنتي، لان انا كنت تعبانه قوي مش قادره بصراحه اقف في المطبخ، يعني يا دوب دخلت كده ايه. وقفت 5 وبعد كده سبتها وخرجت. قرا السكر اهو، ضفنا الملح. والمهم ايه شوحنا كل حاجه بتاعتنا وخضارنا وحاجتنا. وهتشم ريحه جميله بقى ايه. الخضار ده مع بعضه طعمه جميل تحفه بجد يا بنات، والله جربوه ومش هتندموا. لو ما انتش عايزه تضيفوا طماطم وتضيفوا ميه بس وطماطميه مشقايه كده عادي. بس انا قلت عشان الاولاد ياكلوها بيبقوا يعني ايه يعني مش عايزينها بيضه قوي. بيبقوا بصراحه يقولك احنا بنقرف منها بتكون بيضه كده. فانا بعمل برضو طماطم بس ايه مش بخليها حمرا قوي. خلاص. يعني زي شوربه الخضار بس ما مش عايزينها شوربه، هم اولادي ما بيحبوهاش شوربه. بضيف طماطم بضربها في الخلاط وما بخليهاش حمرا قوي. شفتوا بقى يا حبايب اهو. بس بضيف كمان شوية مية عليها. وبسيبها تستوي، وبعد ما بتستوي بعمل لها فص توم وبتبقى جميلة وزي العسل. بالشكل ده غطي عليها بقى واسيبيها. وتعالوا معانا ايه فرخان شمرت كده. كنت مربية فرختين. وكل يوم يقع واحدة من على السطح وتروح، قلت طب وانا على ايه. تعالوا اما اذبحكم نتغدى بكم النهاردة احنا تعبانين. ايه ونذبحكم وخلاص ونفضها. انتوا على مربيضهم تكونوا رحتم، والله العظيم ما عادش اللي هم بجد يعني. اللي بتقع في الشارع معلش بتيجي. حبة من الزيت بقى. ومسكت الفراخ بتاعتي. قبل ما احطها كانت بنتي ايه دعكتهم لي بملح وفلفل اسمر. من قلبهم كده، وبعد كده بنزلهم كده الفراخ دي لازم انت ايه تدعكها من قلبها ببصلايه بملح وفلفل اسمر. يعني جابت بصلايه. وقامت دعكهم بملح وفلفل اسمر. وقامت مظبطاهم وسابتني ايه احطهم على البوتاجاز، هي كانش عايزاني اصور النهارده والله، بس انا قلت لها ايه حاجه بسيطه. علشان خاطر حبايبي الحلوين طبعا بتستنوا فيديو. وده الخضار بتاعي اهو. هنسيبه يستوي بقى نوطي عليه النار بقى في الوقت ده، وطي بقى واسيبيه على النار هاديه لغايه ما يستوي. والفراخ بتاعتي هبتدي ان انا اشوحها على ما اجهز لها بهاراتها. هنضيف فلفل اسمر وهنضيف كمان حبه كزبره وكمان صغيرين ما تكتريش. وهضيف حبه من السبع بهارات وحاطين التوم. دقين فيه المستكة والحبهان، التوم حاطين فيه دقين فيه مستكة وحبهان. وهنضيف ورق لوري وهنضيف جزراية وهنضيف طماطم وهنضيف البصل بتاعها.
وهتبقى شوربة الفراخ معانا زي العسل. بهارات شوربة الفراخ بتبقى فلفل أسمر وحبة من الكزبرة والكمون، زي ما قُلت لِك يا حبيبتي. ضيفي بقى ورق لوري وضيفي كل اللي أنتِ حاباه في شوربتِك، يعني أي حاجة بتحبيها بتبقى شوربتِك حلوة ضيفيها. تعالوا بقى نضيف البصل بتاعنا أهو، يعني إيه 3، 4 بصلات، والبصل اللي عندي زي ما أنا قايلة لكم ناعم، فأنا ضِفت إيه 3، 4 بصلات حلوين، وهنضيف كمان جزراية، وهاضيف طماطماية علشان تبقى ريحة الشوربة بتاعتنا تحفة، والله كانوا شوية شوربة زي العسل، بليمون بقى وإيه وما أقولكوش، وهنضيف الملح، وهاضيف شوية سكر. وكانت الفراخ دي النهارده طعمها زي العسل بدل ما يروحوا خسارة. الفرخة اللي بتقع في الشارع معلش بتيجي، فأنا قلت ناكلكوا بقى ونفضها أحسن ما تروح. أبقى حطيت حبة من الكركم صغيرين كده علشان خاطر شوربتنا تبقى صفرة وجميلة وحلوة كده، بس ما تكتريش يعني، خلي حاجة بسيطة بس. كل ما تشوح الفراخ بتبقى زي العسل. الفراخ بنت متبلاها بالبصل وبالفلفل طعمها تحفة من قلبها. تجيبي الفراخ تغسليها غسيل حلو، وبعد كده تقومي ماسكاها متبلها ببصلاية من بره ومن جوه وحبة فلفل أسمر وملح، وبتبقى زي الفل. شفتوا أنا ضفت الجزر والطماطم أهو. الفراخ بتاعتنا بعد ما استوت كانت تحفة، كانت عسل. شوية الشوربة كانوا جمال جدا. كده أنا هغطي عليها واسيبها تتطبخ بقى يا حبايبي. وطبخت معاكم الكوسة تبقى زي العسل، وهي هتحط الرز. وبعد كده اقدح على الرز معاكم اهو. انا والله بخش انام وارجع اقوم تاني اهو. الدور ده همكنا ما اقولكوش. الكوسة بتاعتي استوت والجزر وكل حاجة بقت فيها زي الفل. اعمل طش التومة بقى واقدح على الرز، وفي نفس الوقت اهو. كده بقى انا هقدح على الرز بتاعي، وبعد كده هطش فصين توم بحبة كزبرة كده ناشفة، وهننزلهم على الفراخ وعلى الكوسة، ونخليها طعمها زي العسل زي ما انتوا شايفين قدامكم كده اهو. صلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا حبه رز ابيض زي ما انتوا شايفين كده حلوين. واللي وصل معايا لحد كده ما ينسانش في اللايك والشير وفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ فتحية فايد. واتمنى الفيديو يكون سهل وبسيط، سامحوني والله على قد ما اقدر صورتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اترككم في رعايه الله، ما تنسوش الاشتراك في القناه يا حبايبي، بحبكم في الله.